يلا يا حلوين، نحكي حكاية الست اللي سحرت العالم لسنين طويلة. وكان يا مكان، من قديم الزمان، من أكتر من 500 سنة، في مدينة جميلة في إيطاليا اسمها فلورنسا، كان عايش فنان عبقري اسمه ليوناردو دافنشي. دافنشي ما كانش مجرد رسام، ده كان مهندس ومخترع وعالم كمان. وبصراحة كان سابق عصره بكتير. وفي يوم من الأيام جاله راجل غني جدا وتاجر حرير اسمه فرانسيسكو، وطلب منه يرسم لوحة لمراته الجميلة ليزا علشان يعلقها في بيتهم الجديد. وبدأ دافنشي يرسم ليزا، بس هو ما كانش عاوز يرسم لوحة عادية، كان بيحاول يصطاد روحها على الخشب، لأنها كانت مرسومة على لوح خشب مش قماش. ليوناردو كان بيجيب الموسيقيين والمهرجين يقعدوا جنب ليزا وهي بتترسم علشان تفضل مبتسمة ومبسوطة، لأن ساعات القعدة لفترات طويلة بتبقى مملة، فكان بيحاول يبسطها على قد ما يقدر. وهو بيرسمها كان بيحس بغموض غريب، لو ركز في عينيها هيحس إن هي بتبص عليه، لو راح شمال، لو راح يمين، أو حتى بص على بقها هيحس إن هي بتبتسم نص ابتسامة وكأنها مخبية سر كبير. الغريب إن دافنشي ما خلصت اللوحة في يوم وليلة، ده فضلت معاه سنين طويلة، وكان بياخدها معاه في كل مكان يسافر فيه، وكأنه مش قادر يسيبها، لحد ما في الآخر استقر في فرنسا بدعوة من الملك فرانسوا الأول، واللوحة بقت ملك للملك. ومن هنا بدأت رحلتها لقلب متحف اللوفر، مش بس علشان رسمتها حلوة، لكن علشان في أحداث خلت العالم كله يتكلم عنها. وفي سنة 1911 اللوحة اتسرقت من متحف اللوفر وفضلت مختفية سنتين كاملين، العالم كله اتقلب وصورها نزلت في الجرايد، وده اللي خلاها نجمة عالمية. وفضلت الموناليزا موجودة في متحف اللوفر، وبقت كل الناس تروح وتزورها وتقول لها وتسألها: يا ترى يا ليزا، انتي بتفكري في ايه؟ يا ترى ايه السر اللي مخبياه ورا الضحكة الصغيرة دي؟ وتوتة توتة خلصت الحدوتة، بس الموناليزا لسه قاعدة في مكانها بتبص لكل الناس اللي بيعدوا قدامها ببرود وثقة، وكأنها بتقول لنا: أنا مش مجرد صورة، أنا حكاية حب وفن وغموض مش هتخلص أبدا. تفتكروا لو الموناليزا تقدر تتكلم ثانية واحدة، أول حاجة هتقول لنا هي إيه؟